هنا يا جماعة برضو جينا المسرح الروماني برضو في اسكندرية بكوم الدكة. هندخل برضو نشوف ايه جوه. زي ما انتم شايفين المسرح الروماني اهو بمدرجات. انا بوريلكم كده من اعلى الدرج. هننزل بقى. دي برضو مدرجات زي ما وريتها لكم اهي. هنا لافتة برضو مكتوب عليها المسرح الروماني والمنطقة المحيطة به. بيقول تم كشف وترميم المسرح الروماني والمنطقة المحيطة به بفضل الجهود المشتركة للمركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط بجامعة وارسو، والمجلس الأعلى للآثار من عام 1960 ل 2008. تمام كده، كل حاجة قدامكم اهي والمعلومات الكافية. نيجي نشوف في لوحة تانية برضو أو لافتة تانية مكتوب عليها برضو المسرح. طبعا في كلام كتير فأنا مقربها ليكم برضو أهو عشان تشوفوا برضو ان في ظل، بيقول في ظل هذا المبنى الذي يرجع تاريخ بناؤه الى القرن الرابع الميلادي، قيد الاستخدام ما يقرب من 300 عام. ما شاء الله. وبعد كده سقط متهدما بقى بنهاية تاريخ الإسكندرية الروماني المتأخر. المبنى زي ما انتم شايفين كده بيبقى واخد شكل نصف دائري. كانوا مستخدمينه زي ما بيقولوا كده في الأصل كمسرح صغير للعروض الموسيقية، يعني صالة استماع، للاستماع، يعني صالة للاستماع. كانت كتل الرخام المستخدمة في بنائه مأخوذة من مباني أخرى مبكرة ذات أبعاد ضخمة زي ما انتم شايفين الأحجار بتاعته. وبعد كده تم تعديل المبنى المدرج بقى مع بداية القرن السادس الميلادي ليناسب متطلبات الشعب. وواخد برضو المبنى شكل دائري، شكل حدوة الحصان، على شكل حدوة الحصان. هوريها لكم برضو دلوقتي، بس انا بقول لكم معلومات كده اللي مكتوبة على اللافتة. تمام، يعني على قد ما اقدر. قدامكم برضو باقي الكلام اهو، باقي المعلومات. هوريكم بقى الشكل. في برضو الأعمدة، وهو فعلا زي ما هو بيقول برضو بيقولوا هو واخد شكل يعني على شكل حدوة الحصان اهي. ما شاء الله. انا زي ما انا، بصوا انتوا بتشوفوه معايا، انا بشوفه لاول مره برضو يعني انا اول مره بصراحه جيت اسكندريه كتير، واول مره اجي برضو المسرح الروماني. معاكم برضو الاعمده، حاجه بصراحه اثريه خطيره. وطبعا هو متهدم برضو في يعني اكتريته يعني. كمان نظرا للعوامل الطبيعيه طبعا. في غرف برضو داخليه كده، داخلين نشوفها مع بعض اهي زي ما انتم شايفين كده. دي غرف، هم سايبين كل حاجه على وضعها طبعا اهو. شايفين حاجات اثريه.
ممر كده اهو. شايفين كله مبني اصلا بالاحجار، كتل الاحجار، كتل حجريه اهو. برضو كده ننزل معاكم. بسم الله. كلها بقى زي ما انتم شايفين كده، بس في اماكن عاليه مرتفعه مش هقدر انزل. بس كلها دي، كل المنطقه دي كده ممر طويل وغرف على اليمين وعلى الشمال، وبيفرق بينهم الحته اللي هي الارج اللي هي الدايره دي. تمام. هو ده المسرح الروماني بالغرف اللي فيه. كل دي طبعا مدرجات، ممنوع طبعا الطلوع، ممنوع يعني الصعود عليها. كاتبين حتى حاطين لافتة غير مسموح بصعود المدرجات الأثرية. أنا بوريها لكم من قريب. هنا اليمام كتير شايفين. ما شاء الله. تحفة تحفة فنية أثرية. حروف وأرقام كده مرسومة على المدرجات، مثلث، أرقام، حاجات دي كده، حروف. بصراحة مش عارفة ترمز لإيه بقى. كل المدرجات دي كده اهي مرسوم عليها حروف ومكتوب عليها أرقام. ده السلم اللي نزلنا منه، هنطلع بقى. زي ما انتم شايفين منظر الشجر، اشجار جميل جدا. الجو جميل جدا كمان، شايفين الشجر بيتهز ازاي، الجو تحفه النهارده الحمد لله. شايفين المنظر برضو من العلو. هاي هاي. برضو دي قطع اثريه كده اهي زي ما انتم شايفين. وبكده جولتنا انتهت داخل المسرح الروماني. اتمنى تكون الجولة عجبتكم، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد وجولة جديدة. مع السلامة.